كل ما بنكبر، كل لما حبنا للهدوء والبيت والضوء الخافت والبعد شوية عن الناس والمشاكل، مش هقول عزلة بس هدوء. بتبقى عايزين هدوء، كل ما بنكبر بنحتاج ده، او طبيعي شخصيتنا بتتجه ليه. امتى بقى يحصل التوازن؟ ان لما احنا نفضل العزلة والبعد عن الناس، ويبقى كوباية شاي كونتك، او لو بتلعبي جيب او بتتفرجي على التلفزيون. امتى التوازن ده يحصل؟ ان احنا لما نعمل كده ما يبقاش ده اكتئاب. كل ما يكلمي حد وتكوني وصلتي للدرجة دي يعني يقولك لا انت كده داخلة في اكتئاب. طب امتى بقى ايه المرحلة المتوازنة؟ اللي هو لما اكون انا قاعدة مستمتعة بقعدة البيت، ده ما يبقاش اكتئاب. ايه هي حالة التوازن دي وبتحصل ازاي؟ او لما يكون في ايه؟ بصي، انا عايزه اقول لك ان سؤالك ده انا كان نفسي حد يسالهوني من زمان جدا، وللاسف ما حدش سالهوني. بس انا مبسوطه ان انتي سالتيني السؤال ده، لان لي ناس كتير جدا متخيله ان حبها لان هي تبقى لوحدها فترات اطول ان هي كده دخلت في اكتئاب. فخليني اقول لك مين بيحس بده او بيحب ده، ومين ما بيحبش ده، وامتى تبتدي تعرفي انه ده مؤشر بداية اكتئاب، او انه دي حاجة اتس اوكي تمام، ما عنديش اي ازمة ولا مشكلة في الحياة. تمام. بصي يا ستي، في ناس بتبقى في حياتها عاشت حياتها من طفولتها نورمال، طبيعية خالص، ما عندهاش اي مشاكل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي لما كانت بتحب تخرج كانت بتخرج، لما كانت بتحب يبقى عندها مجموعة اصحاب ويخرجوا ويقعدوا ويتكلموا ويضحكوا مع بعض. ده كان متاح عندها، ما كانش عندها اي مشاكل، ما كانش عندها اهل بيمنعوها من ده. كانت بتسافر، بتطلع رحلات، ما كانش عندها ما يكبتها، ما كانش عندها اللي بيخليها تشعر وتحس بالكبت. الشخصية دي لو هي سوية بتيجي عند سن 40 وتبدأ تحس انه لا، انا شبعت، كفاية، عايزة اقعد مع نفسي شوية، انا عايزة اقعد في البيت شوية، عايزة احس ان انا مع نفسي، عايزة بقى فنجان القهوة بتاعي، كوباية الشاي بتاعتي، اتفرج على حاجة بحبها. مفيش ما يمنع اني ممكن اقابل حد، ولكن مش هدفي الاساسي في حياتي ان انا انزل واخرج كل يوم واتفسح واعمل واسافر واروح واجي. خلاص، هي كائن شبعان من الكلام ده، عنده حالة شبع، فخلاص عملت كل حاجة هي نفسها تعملها، او المفروض انه اي بني ادم يعني وينها شخصيتها هي عملت ده، فخلاص هي مش محتاجة لحاجة تانية. تمام. طب هتبص تلاقي على النقيض مثلا حد في نفس سنها او اكبر منها او اصغر منها لسه بيحاول وبيعافر وبيسافر وبيتفسح وما بيشبعش، بل يكاد يكون كل يوم بيسافر، كل يوم بيخرج، كل يوم بيتفسح. طب ده بيكون ايه؟ مين السوي هنا؟ هنا مين السوي؟ لو رجعنا بالزمن لورا هنكتشف ان الشخص اللي في الاربعينات والخمسينات وبيعمل ده بشكل يومي، هنكتشف ان الشخص ده سواء راجل سواء ست معاش حياته وهو صغير، معاش حياته في المراهقة، معاش حياته في الطفولة، معاش حياته في الشباب، لا سافر ولا راح ولا جال لأي سبب أيا كان. فبيبتدي بمجرد ما بيحس انه وصل لمرحلة انه مفيش حد مسؤول عنه، ومفيش حد بيمنعه من ان هو يعمل ده، ومفيش حد بيكبته، فبيبتدي ينتقم. بيبقى عنده نوع من انواع النهم والشغل ده، مهما بقى راح ولا سافر ولا جه هو ما زال عايز. طب مين السوي؟ لا، السوي الشخص اللي اكتفى، اللي شبع، اللي عايز يعيش في سلام نفسي ومرتاح مع كوباية الشاي بتاعته والمسلسل بتاعه او كتابه ايا كان. انتي بيريحك ايه؟ كتابك، كوباية الشاي بتاعتك، المسلسل بتاعك، حابة تقعدي تبصي في الفراغ ما تعمليش اي حاجة خالص، طالما ده شيء
مش ناتج عن خوف من التعامل مع الناس، فانتي تمام، ما عندكيش مشكلة. طب امتى تحسي ان انتي داخلة على بدايات اكتئاب او مشكلة؟ اول ما تلاقي نفسك لما بتنزلي الشارع بتتضايقي، بتتخنقي. بس انهي دي اللي هو انا خايفة اتعامل مع حد، انا حذرة جدا ان انا اتعامل مع حد، انا مش عايزة اتعامل مع بني ادمين. لكن دي انه في دوشة وياه وانا مش قادرة استحمل الدوشة ومصدعة وتعبانة، ده برضو طبيعي نورمال. لكن الضيق اللي بتكلم عليه دي الخوف من التعامل مع البشر. انا مش عايزة اتعامل مع حد، انا مش عايزة اتكلم مع حد، انا مش عايزة اشوف حد. مش ان انا مكتفية بدنيتي وسعيدة بيها. اول ما ابتدي يكون جوايا احساس الخوف ده، انا خايفة اتعامل مع الناس، واول ما انزل ابتدي وشي يتغير وابتدي احس اني متضايقة وممكن اتعصب وممكن اتنرفز لدرجة ان انا ممكن اتلبخ ومثلا احاسب غلط او اسيب اللي في ايدي وامشي وارجع جري على بيتي انهار واقعد اعيط، ده اكتئاب. طب لو انا اتضايقت من الدوشه والزحمه وخدت بعضي وروحت بيتي، خدت دشي وشربت بقى، خدت كوبايه الشاي بتاعتي وقعدت كده قدام التليفون بتاعي او التلفزيون او كتابي او اي ما يكون الهوايه اللي بحبها، وخروجي ده ما اثرش عليا التاثير ده، لا تمام، مفيش اي مشكله خالص. لكن لما الاقي نفسي طلوعي بره بيوصلني لمرحله اني ارجع انهار واعيط واتضايق واقول يا ريتني ما خرجت، لا هنا في مشكله، هنا في مشكله ولازم نتدخل ولازم نروح لاخصائي. انا ما بقولش انه مرض، ما بقولش انه تعب، بس ده بدايه اكتئاب. بدايه اكتئاب وبيبقى سهل علاجه بالحوار وبالكلام مع حد متخصص، وتحديدا بيكون بالعلاج المعرفي السلوكي، لانه بيبقى فيه وعي اكتر مع الشخص او الحاله ان هو او هي يبتدوا يفكروا ويشتغلوا هم اللي يطلعوا الاجابات والحلول ويبتدوا يهدوا. في حالات بتحتاج لدكاترة وبتحتاج لأدوية، في حالات بتحتاج لدكاترة وبتحتاج لأدوية، وأنا بنصح بيها، لأنه الاستسلام للاكتئاب دي حاجة مش صح ومش كويسة. عايزة أقولك إنه في ناس بعد سن 40 بيحتاجوا أصلا حاجات بسيطة تهدي الأعصاب، لأنه طبيعة ان البني ادم خلاص عاش الفترة الكبيرة دي من عمره عاشها، شاف ضغوط كتير في حياته وشاف قلق كتير في حياته، فبيبقى محتاج ولو اي حاجة بسيطة، حتى لو اعشاب، حتى لو اللي هو انتي بتشربي ينسون، يعني مجرد كوباية ينسون كده تظبط لك يومك، لا احنا محتاجينها، احنا بنحتاج لها كتير، وبتأثر تأثير ايجابي معانا، وبيكون مهمة ومفيدة جامد جدا. ف ده الفرق بين ان انا احس ان انا مكتئبة او ان انا عادية نورمال ما عنديش اي مشكلة خالص. طبيعي، ان انا الطبيعي والنورمال ان البني ادم بيوصل لسن معين بيبقى حابب العزلة، بس مش العزلة اللي هي مش عايز بني ادمين خالص او بخاف من بني ادمين، اللي هو لو حصلوا اجتماع لذيذ وشوية ناس حلوين وهنقعد قعدة لطيفة وهنضحك ونهزر انا مش هتضايق. لكن لو القعدة دي لذيذة ولطيفة والناس اللي انا قاعدة وسطهم لذاذ ولطاف وانا اتضايقت، لا هنا مؤشر، لازم ارجع وراجع نفسي والجأ لمتخصص. ولما بروح لمرشد نفسي او اخصائي نفسي وبيلاقي ان الحالة جديدة، هو بيوجهني تلقاء نفسه لطبيب نفسي عشان يديني علاج. ولو الحالة مش مستدعية بيشتغل معايا علاج معرفي سلوكي والامور بتمشي تمام جدا جدا.